هنقعد نقول ونزيد ونعيد ونذيع، ودن من طين ودن من عجين. دايما بقول ان التدريب قصة بحكيها دايما للمدربين واللاعبين، والقصة عندي عاملة كده زي البذرة اللي بترميها في الأرض، لما تراعيها ربنا هيرزقك ويكرمك فيها. علشان كده لازم تعرف ان التدريب مسؤولية وامانة وعدل واخلاص وفهم وشطارة منك انت كمدرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الكابتن سعيد المصري. بالتأكيد في كلام كتير عاوز اتكلم فيه، في سؤال بيطرح كتير: هو فعلا في مواهب ولا مفيش؟ الموهبة موجودة في كل مكان وزمان، كانت موجودة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل بإذن الله. الموهبة في مدرستي التدريبية عاملة كده زي القماشة، في منها ب10 و20 و30، وده على سبيل المثال. قيمة القماشة مش في سعرها، قيمة القماشة في الترز اللي هيفصل القماشة. فالموهبة عمرها ما هتكتمل إلا في وجود مدرب شاطر. عندنا مواهب وكنز كبير نقدر نستثمر، ونقدر كمان نكسب من وراهم الملايين، بس نستثمر صح. البراعم ثروة قومية، بس محتاجين عقول تفكر وتخطط لحلمنا الكبير. أهل المهنة لازم يكونوا موجودين. نصيحة للبعض: بلاش البرامج التدريبية اللي جاية من بره، غير وشخبط ولخبط وتدي للمدرب وتقول له طبق، ما هو اصلا كده كده هيلخبط. محتاجين برامج تدريبية فنية محطوطة باحترافية، محتوى ثابت وفروق فردية ومتغيرات ومدرب شاطر. ما تيجي بقى نصلي على حبيبك النبي. معنا اليوم موزة ومارادونا ويوسف وخالد صقر. التمرير وده كان عنواننا الرئيسي اليوم. وعلشان تنجح هدفك لازم يكون مبني على فكرة، وكمان الفكرة مبنية على الفلسفة والطريقة والشكل والأداء. التمرير والسيطرة بكورتين و4 لاعبين، واحنا شغالين بنركز على هدفين مهمين جدا: محطة الوصول والمحطة النهائية. محطة الوصول هي أعلى درجة لهدفك، أما المحطة النهائية هي سرعة الأداء. عمرك ما هتقدر تاخد خطوة للأمام في ملعبك إلا من خلال أهداف منظومة التطوير، وأنا هنا بعتمد على الله ثم على أهداف منظومة التطوير: الزمن والأداء والتوقيت والتكرار والتقييم. دوري أنا مع اللعيبة وهم شغالين. هدفنا التمرير، وكمان معانا الهدف اللي بيخدم هدفنا الرئيسي: السيطرة. وعلشان تنجح التمرير والسيطرة لازم تركز على النقاط الفنية، وعندي نوعين في النقاط الفنية: نقاط فنية إجبارية ونقاط فنية هتتاخد بالتدرج. والنقاط الفنية الإجبارية هنا دقة التمرير والتحكم والسيطرة. بصراحة إبداع في القيادة والزمن والأداء والتكرار والمسؤولية. دمتم في حفظ الله، وتحياتي ليكم وعلى الله التسهيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.